الداخلية تكشف ملابسات خناقة سايس السلام وسيدة مصر الجديدة. ألقت أجهزة الأمن العام بمديرية أمن القاهرة القبض على سايس لقيامه بفرض رسوم مالية على سيدة ركن سيارة بالقاهرة. ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى السيدات من منادي سايس سيارات لقيام بفرض رسوم مالية عليها حال ركنها سيارتها بالقاهرة. بالفحص تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة بعد تحديد هويته، إذا تبين أنه مقيم بدائرة اسم شرطة السلام أول. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على ركن السيارة خاصتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات. المشكلة دي يا جماعة موجودة بقالها فترة كبيرة في أي حتة في مصر. تيجي تركن العربية بتاعتك تلاقي واحد بيقولك هتركن 20 جنيه، هتركن 30 جنيه، وفي مناطق 50 جنيه. طب أنا عايز أفهم، هي الناس دي شغالة تبع مين؟ هل شغالة تبع المجلس المحلي، ولا شغالة تبع الدولة، ولا شغالة لحسابها، ولا ايه بالظبط؟ ولو جيت قلت لا مش هدفع، تبقى انت سايب العربية وتيجي بعد فترة تلاقي الإزاز مكسور، تلاقي المراية مكسورة، ويحصل مشاكل كبيرة جدا. وأحيانا بتحصل لخناقات وناس بتضرب في بعض، وممكن ناس تموت بسبب الكلام ده. احنا بنناشد الدولة وبنناشد رجال القانون ان يمنعوا البلطجة، ويمنعوا وقوف الناس اللي ملهاش تراخيص ان هي ينفع ان هي تقف في اماكن الركنة او في المواقف. ويمكن المشكلة دي اكترتها في المواقف. تيجي تلاقي نفسك داخل بالعربية عشان تحمل الدور بتاعك، تلاقي واحد واقف لك بره يقول لك هات 5 جنيه 10 جنيه، ولو ما اديتش طب لو جيت هنا تاني هتتضرب، لو جيت هنا تاني هكسر لك العربية. وما تعرفش مين اللي حاميه. يعني بيتكلم بقلب جامد، واكترتهم شمامين وبتوع مخدرات وبتوع برشام، وحاجة قلة أدب ومهزلة. لو الكلام دوت موافق عليه، اكتب لي في التعليقات. لو الكلام دوت مش موافق عليه اكتب لي في التعليقات. واهم حاجة صالح البلد، لان احنا اللي عايشين فيها محدش تاني. ودي حاجة بتسيء للناس اللي بتبقى جاية من بره زيارات لمصر، زي اخواننا السعوديين، الامارات، الكويت، الاردن، لبنان، ليبيا. الناس ديت لما بتيجي هنا وبتشوف الكلام دوت، يعني بيقولوا علينا كلام احنا ما نحبش ان احنا نسمعه. فيا ريت بعد اذنكم اللي شايف ان الموضوع دوت حاجة مهمة، ويعتبر انا من وجهة نظري ان دوت قضية رأي عام، لانها على مستوى البلد كلها مش على مستوى مكان واحد. فيا ريت بعد اذنكم اللي يهمني التعليقات بتاعكم ورأيكم ايه في الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنساش تصلي على النبي، اللايك الجميل والاشتراك في القناة.